السلام عليكم. كمان نص ساعة إن شاء الله مصر وجنوب أفريقيا. طبعا دلوقتي شغال أنجولا وزيمبابوي. 1-1 فاضل 3 4 دقايق. توقعاتي أو تمنياتي تشكيل منتخب مصر النهاردة، أتمنى يبدأ بشوبير، بس هو طبعا هيبدأ بالشناوي، فما علينا يبقى الشناوي. المفروض بقى هاني، ربيعة، ياسر إبراهيم، فتوح. هو هيبدأ بمحمد حمدي. الديفندرين قلب الملعب هيبدأ بحمدي فتحي ومروان عطية. قدامهم بقى زيزو، مش إمام عاشور، ده على حسب وجهة نظر كابتن حسام حسن. وانا اتمنى زيزو، رجله في الملعب اكتر. مش هنقول بقى امام عاشور مش وحش طبعا، بس جاي من بعيد قوي. زيزو، صلاح، تريزيجيه، مرموش. طبعا مصطفى محمد مصاب، معرفش هو ده النهارده. لازم ابدا كده، ولازم يبقى عندي الخطوط بتاعتي، خط الدفاع مع خط النص مع التلت الهجومي، الخطوط متقاربه، ما يبقاش فيه مساحات ومسافات كبيره بين الثلاث خطوط. خد بالك، لعيبه جنوب افريقيا معظمهم بيلعب في صن داونز، بيجيدوا جدا الاختراق من العمق. تحركاتهم كلها مبنيه على انه يخترق من العمق، ودي اضعف حته عندنا. يعني لو هتبدا النهارده يا كابتن حسام بحسام عبد المجيد، لازم تحذره. المهاجم بتاعه لازم يبقى في حضنه، لازم يبقى شايف المهاجم وشايف الكوره. لازم الاثنين المساكين والباكين، حته التغطيه العكسيه ركز فيها قوي. وخد بالك من تحركات الجناحين بتوع جنوب افريقيا، بيخشوا قلب الملعب كتير عشان وانتوات واختراقات من العمق، بيشوطوا كتير من بعيد. يا شناوي ركز، يا شناوي بيشوطوا كتير من بعيد. كابتن محمد الشناوي، انت يعني من كباتن الفرقه، مش عايزك تبقى مهزوز. مباراه النهارده لو كسبنا حطينا نفسنا في المركز الاول، احنا كده كده صاعدين خلاص، لان يصعد اول وتاني واحسن 4 توالد تقريبا، فاحنا صاعدين. احنا بنتكلم في مركز ومركز اول. انا عندي تلت الهجومي بتاعي رهيب، عايز بس حته التمركزات في لحظه ما تكون الكوره مع جنوب افريقيا، اركز قوي ما اسرحش. يعني المهاجم بتاعي اما ياخدني ويروح على اليمين او الشمال، اي مساك هيلعب ما اروحش معاه، اسلمه، ما اسيبوش يروح لوحده. لان لو هروح معاه يبقى المساك اللي وراه لازم يكون مصحصح يجي يغطي مكاني، فهيسيب اللعيب اللي معاه. انا مش عايز كده، انا عايز تسليم. يعني المهاجم بتاعي اما ينزل قلب الملعب اسلمه لحمدي فتحي، اسلمه لمروان عطيه، ده في لحظه الكره مع جنوب افريقيا. ما اسرحش يا كابتن حسام يا عم جيد لو لعبت، او ياسر ابراهيم او رامي ربيعه، ركز. اللعيبه دي بتلعب على خلق مساحه في القلب، في العمق. معظم لعبهم اختراق من العمق، وهتشوف الماتش. احنا فرقتنا قويه، ما نستقلش بنفسنا وما ما نصعبش الامور على نفسنا. جنوب افريقيا احنا اقوى من جنوب افريقيا، لكن هم قصتهم كلها في التحركات في التلت الهجومي. بيجمع الكره ناحيه اليمين، وتلاقي واحد عامل عكسيه ناحيه الشمال، بيعمل تجميع عشان تضغط وترحل، ومفضي الجناح الشمال مثلا. فما يقعدش بقى يسلسل الكره لحد ما تروح، لا، بيعمل واحده عكسيه. خد بالك من دي، ركز فيها. الباكين والديفندرين والسردباكين لازم التغطيه العكسيه ركز فيها كويس قوي، وصحصح لتجميعة الكره دي. بيعملوا منها حاجتين، يا اختراق من العمق، يا بيعمل واحده عكسيه الناحيه الثانيه. اركز، هم بيشتغلوا على المساحات، ما اديهمش مساحه. وعندي انا ممكن النهارده اقف العب تحت الكوره والعب على المرتده، مش بطريقه دفاعيه البحته دي، لا. بلعب تحت الكوره لهدف معين، ان انا ما اديهمش المساحه اللي هم عايزينها، بس لما امسك الكوره ما افقدهاش. يبقى انا كده شغلي سلبي. امسك كوره، العب كوره، اعمل استحواذ، وعندي سرعات قدام. الثلاثه اللي قدام صلاح، مرموش، تريزيجيه، عندهم سرعات، وزيزو الرابع بتاعهم. يبقى انا لما امسك كوره عارف هعمل بيها ايه. يبقى انا وجهه نظري العب تحت الكوره، ما اسيبلهمش الكوره مطلق. ان انا اديها لهم، لا، اقطع كوره العب كوره. بلاش الرهبه والخوف دي. انا مش هلاعب البرازيل، هم اللي نازلين يعملوا لنا حساب. انا بس اقفل عليهم حته العمق الهجومي والكره العكسيه اللي بيعملوها. لو الكره في ناحيه الشمال بيجمعوها ويلعبوا ناحيه اليمين واحده، لو ناحيه اليمين بيجمعوا الكره كتير ويلعب ناحيه الشمال واحده. خلي بالك من دي كويس قوي.
اشوفكم بعد الماتش ان شاء الله واحنا كسبانين. شكرا.